السلام عليكم أصدقائي، معاكم معتز من قناة موبايل برو بلس. وفيديو النهاردة عن موبايل أقدر أقول عليه بصراحة قنبلة الموسم. ولو بتدور على موبايل أداء وعالي وسعره تنافسي، فالموبايل ده هيكون من أحسن صفقة موجودة دلوقتي. الموبايل الجديد من شركة وان بلس اس 6، الموبايل اللي جايبه معالج قوي جدا سناب دراجون 8 إليت. المعالج ده شغال بتقنية 3 نانو، بيقدم لك أداء جبار وكفاءة عالية جدا جدا. وبيجي كمان برامات لحد 16 جيجا من نوع ال LPDDR5X وتخزين ال UFC 4.1 وبسعة ضخمة 1 تيرا، وده بيخليه اختيار ممتاز خصوصا للي بيحب الألعاب. والميزة اللي هتعجب الجيمرز فعلا هي محركات الألعاب الجديدة ويند تشيلز، وده يحافظ على ثبات الفريمات ويتحكم في حرارة الجهاز حتى مع اللعب التقيل. غير كده كمان الموبايل فيه نظام الثلاث شرائح، واحدة للأداء وواحدة لاستقرار الشبكة وواحدة لاستجابة اللمس، يعني معمول مخصوص للاعبين المحترفين. وأداء الموبايل بصراحة مرعب، هيلعب ألعاب على 165 فريم ومش هتحس بأي تهنيك في الاستخدام اليومي أو التوب. تعالى بقى نتكلم عن الشاشة هنا أوليد ب 6.83 إنش، مسطحة سريعة حادة ومعدل تحديث 165 هرتز، والسطوح بيوصل ل 1800 نيتس، والوانها قوية جدا وبتدعم الدولبي فيجن بلس HDR10. كمان فيها حماية للعين زي التقنيات الTUV، ووضع ضوء الشمس، ووضع القراءة الليلية، والتكيف التلقائي للحرارة الألوان، وكمان تذكير بالرمش. يعني حاجات كتيرة فعلا مهتمين بيها في وان بلس. الموبايل بيجي تصميم شيك وكلاسيكي، ألوان فضي، الأسود، الأبيض، وبيجي بحماية IP 69 و68 و66، يعني مقاوم للمية بكل المقاييس. الظهر هنا الزجاج وإطار الألمنيوم، والوزن 213 جرام، والسمك 8.3 مللي، وبصراحة مسكته في الإيد ممتازة جدا جدا. نروح بقى للبطارية. البطارية هنا 7800 ملي أمبير، وبيشحن سريع 120 واط من 0 ل 50% في 16 دقيقة، ومن 0 ل 100% في حوالي 43 دقيقة. وكمان في نظام شحن يقول لك الحرارة أثناء اللعب. ندخل بقى على الكاميرات. الكاميرا الأساسية هنا 50 ميجا بكسل بحساسات سوني وبتثبيت بصري ال OIS، والواسعة 8 ميجا بكسل وبيصور فيديو 4K لحد 120 فريم، والسيلفي 16 ميجا وجودة شبه النسخة اللي قبلها ال SS5. والألوان والتفاصيل ممتازة جدا. والموبايل جايب واجهة الكورر OS 16 على اندرويد 16، وفي مميزات الذكاء الاصطناعي زي الملاحظات الفلاشية المزامنة مع أجهزة الآيفون والماك، والمفعلات بصمة تحت الشاشة، ومكبر صوت الستيريو، وبيدعم ال NFC وشبكات ال 5G والواي فاي 7. وسعر الموبايل حوالي $364، وممكن ينزل عالميا باسم ون بلس 15. وفي الاخر ايه رأيك في الموبايل، وهل يستاهل الشراء ولا لا؟ واكتبوا رأيكم في الكومنتات. وبس كده، ويلا سلام.